مرحبا بكم يا متابعين قناة كونتيني في كل مكان. كما مع حلقات النهاردة، لا تنسى الصلاة على النبي. أول شيء، النهاردة لكم مباراة الوداد الرياضي المغربي ونادي أهل طرابلس الليبو، ويسعى نادي الوداد للفوز على طرابلس الليبي بعد تعادله مع السد، وخسر دور أبطال أفريقيا بحساب النادي الأهلي المصري، ودي بسبب أو أظن غياب بعض اللاعبين. ويسعى الأهلي طرابلس من حصد البطولة الأول ليه، ويلعبين في كأس العالم لأندية الأبطال، كأس الملك سليمان، وهي بطولة عربية تشمل من البطولات الأربعة موقعهما مع السد والهلال. وهنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 3 مساء بتوقيت ليبيا الصيفي، الساعة 4 مساء بتوقيت مصر الصيفي والسعودية والعراق والكويت والأردن واليمن، والساعة 5 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين. وهيكون أقوى قناة ناقلة هي قناة سبورت المشفرة، أو يمكن يكون في قناة مجانية وعلى قناة شاهد في IP.